ساعات وتظهر نتيجة الثانوية العامة. الثانوية العامة اللي كتير قوي مننا بيقول إنها تحديد مصير، بس في الحقيقة بقى إن نتيجة الثانوية العامة دي تحديد مسار من مسارات كتير قوي موجودة في دنيتنا دي. حياتك مش هتقف عندها، بالعكس ممكن تحصل حاجات كتير قوي أنت مش متخيل قد إيه هتبقى من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. مش هقولك بقى قصة المحامي اللي طلع الدكتور من قضية ولا الكلام ده كله، علشان أنا ما بقللش من حد، وكل واحد له دوره في الحياة دي، وده اللي عاوزك توصل له، إن مفيش حد احسن من حد في الدنيا. والله ما في حد احسن من حد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي رواه احمد وغيره: لا فضل لعربي على اعجمي، ولا لابيض على اسود، ولا اسود على ابيض، الا بالتقوى. فما ينفعش خالص تعتبر اي حاجة تانية في الموازين بتاعتك. بعد النتيجة عايزك تثق في ربنا سبحانه وتعالى، وانه اختار الاصح والاصلح ليك. كلنا ما ينفعش نلعب في نفس الدور، كلنا في الدنيا دي بنكمل بعض، مش عشان ابقى نسخة متكررة من ناس عجبوني، زي الدكتور فلان الفلاني عايز ابقى اطلع زيه، زي المهندس فلان الفلاني عاوز ابقى اطلع زيه. انت ما تعرفش ظروف حياتهم، ولا اللي عاشوه، ولا اللي هم عايشينه لسه دلوقتي. ما ممكن ما تقدرش تعمل حاجة وتقول يا ريتني ما كنت عملت. فربنا سبحانه وتعالى بقى بينقذك من كل ده، ويختار الاصلح ليك، وخليك واثق من الكلام ده 100%. انا مش طالع اقول لك تنميه بشريه ولا الكلام ده كله، انا طالع اقول لك تجارب واقعيه من ناس حصلت معاها. فما عادش بقى في الفكر اللي هي كليه قمه وكليه قاع، في انت مرتاح في ايه وتقدر تبدع في ايه، في مدى رضاك بقدر الله واختياره ليك. حب نفسك وثق في اختيار ربنا سبحانه وتعالى. من عالم ممكن تغير الدنيا كلها وانت في المكان اللي ربنا اختارها لك. ما تخليش مجرد ارقام ونسب تحدد نفسك قدام الناس ولا قدام نفسك. انت عزيز قوي وقيمتك غاليه قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، مش بالارقام والنسب، لكن بعملك واجتهادك. هدفك الاساسي والمقام الاول هو عبادتك لربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منك انك تكون مهندس وبس، ما طلبش منك انك تكون دكتور وبس، مع احترامي لكل المهن. ربنا سبحانه وتعالى طلب منك السعي، والنتيجه ربنا هو اللي بيحددها. نسمع كتير قوي عن انبياء لم يؤمن من قومه احد به، فهل ده دليل على فشل مهمته؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى عاتبه؟ لا طبعا، بالعكس احنا علينا السعي، وربنا سبحانه وتعالى هيعطينا النتيجة. وخليك عارف ان اللي عند ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيضيع. وإن هزت رياح اليأس مركبنا، فحسن الظن بالله ينجينا.